بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في ملعب السير وتحياتي لكل المتابعين. النهارده هنتكلم عن مباراة نهائي كأس السوبر، مباراة كانت في منتهى الروعة. خلونا في البداية نقول اهله جوه يابا وعمال يتكلم معاهم وهو نايم. طب لما يصحى قولوا اردكان عدى عليك وساب له زي ما حضراتكم شايفين هي دي الحاله اللي كان وصل لها جمهور النادي الاهلي، ويمكن كلنا وصلنا لها بسبب الاداء اللي كان بيقدمه كولر الفتره الاخيره مع النادي الاهلي، ولكن في تحسن في المستوى من مباراه اوراوا الياباني ومباراه النهارده اللي الحقيقه النادي الاهلي ب 61% استحواذ، وكان استحواذ ايجابي نتج عنه 9 تصويبات على المرمى احرز من خلالهم 4 اهداف، وايضا 21 من اجمالي 21 تصويبه. النادي الاهلي النهارده يعني قدم اداء متميز جدا كلنا استمتعنا بيه، كان في شكل هجومي وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه لاول مره، ويمكن في لقطه هنعرضها دلوقتي لحضراتكم هنلاقي انه حسين الشحات مع كهربا كان في نوع من التناغم. هنشوف هنا حسين الشحات بيتحرك بشكل ايجابي جدا وعمل الوان تو مع كهربا خد مكان، ولكن هنا جمله محفوظه، يعني الكره ما اتلعبتش بشكل عشوائي زي ما كنا بنشوف في مباراه فلومينز، وده اللي اتكلمنا عليه قبل كده. شفنا تحركات علي معلول واخد حريه بشكل ايجابي جدا في الثلث الاخير وصنع اهداف وادى مباراه قويه جدا. لولا بعض الاخطاء من حراسه المرمى من مصطفى شوبير ممكن النتيجه تخرج بشكل كبير جدا للنادي الاهلي، ولكن اداء كان متميز جدا. كان لنا شكل هجومي لاول مره هستمتع من فتره كبيره بالنادي الاهلي، شفنا زياده عدديه وشفنا جرأه وشفنا ازاي النادي الاهلي لما زي ما قلنا قبل كده واتكلمنا ان المدير الفني بيتحرر من التخوف زي شكلنا بيبقى حلو. النهارده النادي الاهلي ادى اداء جميل جدا، كان في جرأه هجوميه، ويمكن هنتابع دلوقتي مع بعض في بعض الصور في الهدف اللي احرزه مودست الحقيقه، وده كان بيدل ان هنا في جرأه هجوميه وفي زياده عدديه على الرغم كانت النتيجه التعادل 2-2. كره الهدف الرابع برده كان في هنا زياده عدديه ب4 لعيبه من النادي الاهلي. شفنا ازاي المدير الفني لما بيكون عنده زياده عدديه في الثلث الاخير ولما يبقى في جمل تكتيكيه ما بين اللاعيبه وبعضها ازاي شكلنا الهجومي بيبقى جميل جدا. المباراه كانت من المباريات الجميله جدا، ويمكن هنعرض لحضراتكم دلوقتي الهدف اللي احرزه حسين الشحات جميل جدا، عمل الوان تو مع كهربا زي ما حضراتكم شايفين واحرز الهدف بلمسه حراريه جميله جدا الحقيقه امتعنا كلنا. نشوف مودست الحقيقه النادي الاهلي اول مره نشوف هدف عن طريق عرضيه وضربه راس برده من الاهداف الجميله وفيها تنوع بالنسبه لاحراز الاهداف واحنا كنا محتاجينه، عشان كده كنا بنقول ان النادي الاهلي محتاج راس حربه، ولكن كان هدف جميل جدا. وايضا هنتابع دلوقتي مع بعض هدف محمد محمود، كان هدف جميل جدا على الرغم ان الكره خبطت وغيرت اتجاهها، كان هدف ولا اروع من اللاعب محمد محمود، ويمكن من اللاعيبه المتميزه جدا اللي بنتمنى له التوفيق والتالق انه يقدر يثبت مكانه ويرجع للنادي الاهلي مره ثانيه. ولكن المباراه كانت جميله جدا، مباراه كانت سريعه كلنا استمتعنا بيها، كان فيها نواحي هجوميه وخططيه جميله جدا بالنسبه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي كان اكثر شراسه هجوميه، كان عنده مفاتيح لعبه، كان عنده تحرر جيد جدا في منطقه وسط الملعب، وشفنا اداء جماعي جدا على ارقى مستوى، كان في تناغم وكانت اللعيبه ضيقه المسافات ما بينهم وبين بعض، وعشان كده خرجنا بالشكل الهجومي المتميز والتغييرات كانت ايجابيه. نشكر كولر على المباراه دي، وزي ما قلنا قبل كده ان لما هنشوف تقدم وهنشوف نواحي ايجابيه في اداء النادي الاهلي هنتكلم عليها، هنلاقي نواحي سلبيه لازم نهاجم بمنتهى القوه. من مباراه اوراوا الياباني والنادي الاهلي ابتدى يكون له شكل ايجابي جدا، والمدير الفني اللي يكون عنده شخصيه احراز البطولات لازم أن يكون عنده 3 عناصر اساسيه. رقم 1 قوه الشخصيه، رقم 2 ان يكون عنده فكر خططي متميز جدا ويكون متحرر من اي نوع من انواع التخوف، لان انت ممكن يكون عندك فكر عالي جدا ولكن بسبب ان انت مثلا خايف من المباراه دي حريص قوي ان انت تفوز فيها، دي مباراه كاس، دي مباراه فيها ضغط جماهيري، لا المفروض المدير الفني المتميز يفرض فكره على الجميع ويعمل اللي هو عايزه بدون النظر لاي اعتبارات، لان في النهايه انت هتتحاسب على النتيجه، مش هتتحاسب ان انت كنت خايف فخسرت عشان خاطر كنت خايف ان جماهير النادي الاهلي تضغط عليك او اي جماهير بصفه عامه لاي مدير فني بيدرب. فايضا المدير الفني اللي يقدر يتعامل بشكل ايجابي وبشكل نفسي جيد جدا مع لاعيبته. يمكن كولر الفتره الاخيره كان عنده النواحي دي كلها متميزه، ولكن كان عنده مشكله في التخوف وانه يتحرر في بعض المباريات بالشكل الهجومي الجيد. مباراه اوراوا ان هو مدير فني جيد وعنده الامكانيات اللي يقدر يظهر بها مع النادي الاهلي بشكل جيد جدا، ويكون فريق بيهدد كل الانديه في قاره افريقيا وايضا في قاره اسيا، وبالنسبه للفرق الاوروبيه يقدر ينافس ويقدر يقدم لنا اداء متميز جدا. يهمنا تعليقاتكم ويهمنا ردود افعالكم على الحلقه، ولكن ما ننساش دايما نعمل اشتراك للقناه وايضا نعمل فولو متابعه لصفحتنا على الفيسبوك وايضا على الانستجرام، وان شاء الله بنوعدكم دايما ان احنا هنقدم لكم حلقات متميزه. الفتره اللي جايه هيكون عندنا حلقات ساخنه، وانت مش عايز يفوتك حلقاتنا مهم جدا اللي ما اشتركش يفعل الاشتراك. هيا بشكركم جدا على متابعتكم ليا، بشكركم جدا والى اللقاء.